بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني واحبائي اعضاء منتديات FX اريبيا. احب ارحب بكم في تحليل اسبوع جديد، وان شاء الله هنتابع سويا هذا التحليل خلال هذا الاسبوع. اتمنى ان يكون في حد استفاد من تحليلنا الاسبوع الماضي، وان شاء الله سنواصل سويا التحليل لازواج العملات اللي احنا بنفضل المتاجرة عليها. هنبدأ مع اليورو دولار. زي ما احنا كنا قلنا الاسبوع اللي فات ان احنا كان في توقع اليورو دولار لم يكن واضح الحركة، لكن خلال هذا الأسبوع قدر اليورو دولار إن هو ينزل يرتكز بالظبط على الموفينج 200 الأسبوعي، وقدر إن هو يقفل على شمعة صاعدة ابتلاعية قوية عشان يؤكد إننا لازلنا في الاتجاه العام الصاعد القوي. وأي هبوط لليورو دولار لم يكن إلا سوى تفريغ، وبالإضافة إلى بعض البيانات الأساسية السلبية اللي كانت على اليورو في الفترة اللي فاتت. اليورو الآن يسير في نموذج علم صاعد. ادي شايفين ادي السارية بتاعت العلم اهي، بالاضافة ادي اهو ادي الراية بتاعت العلم. هو يسير في علم صاعد، وده نموذج استمراري، يعني في حالة كسر طرفي احد اطراف العلم يؤكد الاتجاه التالي. اليورو ايضا يسير في قناة صاعدة زي ما احنا شايفين، يسير ايضا في قناة صاعدة. اذا هو اتجاهه العام لازال هو الصعود. شايفين هنا اليورو قدر ان هو يقفل الاسبوع الماضي عند الترند الهابط بالظبط، وهنشوفه بشكل اوضح على فريم الديلي. زي ما احنا شايفين ادي اهو اليورو كان فيه هنا كسر كاذب، ورجع له تاني السعر. شايفين هي دي المستويات اللي احنا نتوقع تكون مستويات هامة للزوج. 1.44 حوالي 80، يعني لو وصلنا ل 1.45، لو وصلنا إلى هذه المستويات سيكون تأكد بالفعل كسر هذا خط القمة، متأكد أيضا بالفعل كسر هنا العلم اللي احنا قلنا عليه في البداية. إذا شراء اليورو يكون من 1.45، وبأهداف ستكون متتالية نسبيا. القمة الأولى حوالي 50 نقطة، حوالي 70 نقطة، ثم القمة التالية حوالي عند 4700، ثم القمة الأخيرة. إذا نحن سنتعامل مع الشراء فقط لليورو دولار خلال هذا الأسبوع من هذه المستويات كما ذكرنا. أي هبوط للزوج سيكون علينا الانتظار حتى الوصول إلى مستويات مرة أخرى، اللي هي مستويات الضلع السفلي لراية العلم والقناة الهابطة اللي ماشي فيها الزوج، عشان نقدر نشتري مرة أخرى من الاتجاه العام الصاعد. لا أنصح بالبيع، وأنصح فقط بالشراء بناء على إغلاق شمعة ويكلي صاعدة ابتلاعية قوية. هنشوف الباوند دولار. يمكن احنا برضو الحمد لله الاسبوع اللي فات حللنا الباوند دولار ان في صعود بناء على هذا الاغلاق الايجابي، وفعلا الباوند دولار خلال هذا الاسبوع صعد، وقدر ان هو يكسر خط القمم او الترند الهابط الصغير اللي احنا كنا راسمينه هنا، وقدر ان هو يقفل فوقيه بقوة، واصطدم هنا باعادة اختبار للترند الصاعد اللي كان، او القناه اللي كان ماشي فيها. هو قافل بالظبط هنا عند مستويات اعاده الاختبار. اعتقد لو احنا قفلنا بداخل هذه المستويات، مستويات 1.6350، لو طلعنا حوالي، يعني لو السعر طلع 100 نقطة خلال هذا الأسبوع، فده هيكون إغلاق رسمي داخل الترند، وسيكون المزيد من الصعود للباوند والمزيد من الاتجاه العام الصاعد الواضح للباوند. سننتظر إغلاق هنا، واعتبار ده كسر كاذب ممكن البيع من الافتتاح أو من إعادة الاختبار هنا، وستوب صغير جدا ده للناس المغامرين. احنا فقط سنفكر في الشراء فقط. يعني شايفين فريم الأربع ساعات أهو في صعود قوي، وفي ترندات على الأربع ساعات بتتكون. أي هبوط للباوند هيبقى فيه عندنا فرصة جيدة للشراء من هذه المستويات. طبعا مع طبعا حركة السعر هيكون مستويات قربت شوية حوالي مستويات 6200. إذا الشراء ممكن من مستويات 6200 اللي هيكون فيها إعادة اختبار مرة أخرى للقمم المكسورة،
والارتكاز على الترند الصاعد على فريم الساعة، والارتكاز على الموفينج افريج 100 على فريم الساعة. هتكون مستويات قوية للشراء من هنا، وبهدف إعادة الاختبار مرة أخرى في حالة إغلاق فوق 6450 6350. إذا فإحنا هيكون أمامنا أيضا المزيد من الصعود خلال هذا الأسبوع، ونتوقع تكوين شمعة صاعدة أخرى شرط الإغلاق زي النقطة اللي قلنا عليها. والهدف بتاعنا هيكون الهدف النهائي خلال هذا الشهر، هيكون القمة السابقة والمتواجد عندها الموفينج افريج 200 الويكلي عند هذه المستويات، حوالي مستويات 6700، يعني حوالي 300 350 نقطة من السعر الحالي. إذا زي ما قلنا التفكير سيكون في الشراء وفقط للباوند شرط الإغلاق فوق 6350، أو من إعادة الاختبار والارتكاز على ترند الصاعد مرة أخرى. هنشوف عملة أخرى وهي عملة دولار فرانك. دولار فرانك إغلاق الأسبوعي لا يعني أي شيء، إغلاق شمعة صاعدة في شلال عام هابط. لازال دولار فرانك هو المزيد من الهبوط. دولار فرانك لم يستطع الإغلاق بداخل خط الدعم المكسور مسبقا، وعاد وهبط مرة أخرى ليعيد الاختبار. أتوقع المزيد من هبوط الدولار فرانك خلال هذا الأسبوع. خلال هذا الأسبوع هيكون في عندنا إغلاقات شهرية زي ما احنا شايفين. الشهري حتى الآن هبوط كاسح للدولار فرانك على كل الفريمات. اللي عايز يبيع دولار فرانك ممكن يبيع من إعادة الاختبار مرة أخرى لهذا الدعم المكسور، ووضع ستوبات فوق هاي الويكلي السابق. أعتقد إن احنا سيكون في هبوط لإعادة اختبار اللو السابق ثم كسر اللو والبحث عن لو جديد، كما هو يحدث دائما مع دولار فرانك في العام السابق. هنشوف عملة أخرى وهي النيوزيلندي. نيوزيلندي قدر إن هو يكسر القناة الصاعدة أساسا اللي هو يمشي فيها، وقدر إن هو يقفل فوقيها ويعيد اختبارها باقتدار، وقدر إن هو يقفل صاعد ويقفل اليوم التالي صاعد. على فريم الويكلي شايفين إغلاق صاعد واضح جدا. النيوزيلندي في هاي تاريخي جديد، لا بديل عن الصعود. أي هبوط هو فرصة جيدة للمزيد من الشراء. لو هبط السعر إلى هذه المستويات وهي مستويات الارتكاز على ضلع القناة العلوي، هيبقى فيه فرصة جيدة للشراء باستوبات مناسبة. لو كسر الهاي إذا النيوزيلندي مستمر في المزيد من الصعود، وحتى أتوقع حتى الواحد الصحيح 1400 نقطة من السعر الحالي. إغلاقات الشهري واضحة جدا، تسريع كله تسريع اتجاه عام صاعد بقوة لا محالة. زي ما احنا شايفين بقالنا من يناير 2009 وحتى يومنا هذا فنحن في اتجاه عام صاعد. إذا سنفكر في الشراء فقط، الترند هو دائما صديقك الحميد. الأسترالي كنا حللنا الأسبوع الماضي وقلنا إن هو لو كسر هذه المستويات فسيكون أمامه صعود قوي، وبالفعل هو قدر يوم الخميس إن هو يكسرها وبعنف. يوم الجمعة لم يكن هناك حركة تذكر. الأسبوعي قفل هايل جدا، مرتد من الترند الصاعد وقفل ابتلاعي شمعة صاعدة. الأسترالي الترند العام له صاعد جدا من سبتمبر 2008 وحتى هذه اللحظة. إغلاق أسبوعي يؤكد أننا في المزيد من الصعود. الشراء وفقط للأسترالي دولار. سأدخل شراء من هذه المستويات عند مستويات الواحد 8000 في إعادة الاختبار، وأتوقع أنها تكون في افتتاح آسيا. أي هبوط فرصة رائعة ولن تعوض لشراء الأسترالي وللمزيد من الأهداف. الشراء من هذه المستويات سيكون جيد جدا، وضع ستوب لوز تحتها ببعض النقاط القليلة. اليورو باوند. اليورو باوند عمل إغلاق صاعد ممكن نعتبره أو شمعة الحرامي، فهي شمعة انعكاسية، لكن حتى الآن هو في اتجاه عام صاعد على فريم الويكلي. طبعا هيكون واضح لينا على فريم الديلي. ادي السعر قدر ان هو يلمس الترند ويعود مرة اخرى للصعود. اغلق يومين صاعد، لكن يوم الجمعة اغلق هبوط. قد يحدث هبوط مرة اخرى للارتكاز على الترند الصاعد ثم اعادة الصعود لليورو باوند. اتوقع مزيد من القوة لليورو خلال هذا الاسبوع، شرط البقاء فوق هذه المستويات وعدم كسر له الأسبوع الماضي. إذا نراهن على سرعة في حركة اليورو
خلال هذا الأسبوع بالصعود إن شاء الله، أو هبوط للباوند من إعادة الاختبار اللي احنا اتكلمنا عنه. هنشوف سلعتين اللي احنا دايما بنتكلم عليهم. الذهب قدر إن هو يقفل فوق ال 1600، وقدر إن هو يقفل شمعة أسبوعي صاعدة صغيرة لكنها شمعة تسريع قمم خضراء. ذهب هاي تاريخ جديد ليؤكد التداول فوق مستويات 1600 ويقفل فوقيها. المزيد من الشراء، المزيد من الصعود للذهب. أي هبوط للذهب هو فرصة جيدة للشراء وفقط. طبعا شراء الذهب في الوقت الحالي صعب جدا، لأن هو يعني سارح في فراغ كبير، وأسعار مرتفعة جدا. نتوقع زيارة ضلع القناة العلوي هنا عند مستويات حوالي 1000، حوالي 1675. أعتقد إننا هنزور هذه المستويات، وأخدنا من الترند الأقرب في القمة الأخيرة إن إحنا هنزور في الغالب هذه المستويات خلال هذا الأسبوع. لو كسر هذه المستويات احنا بإمكاننا الدخول شراء للذهب للمزيد من الصعود، والله أعلم. هنشوف الفضة قدرت إنها أيضا تغلق شمعة صاعدة خلال هذا الأسبوع، شمعة تسريع قمم خضراء، وكونت بالفعل نموذج الجنود الثلاثة، وده نموذج استمراري صاعد أو نموذج انعكاسي لهذا الهبوط. هذا يعني أننا سيكون لدينا المزيد من الصعود للفضة خلال هذا الأسبوع. أعتقد أننا سنصل إلى مستويات 50 فيبوناتشي مرة أخرى، ثم مستويات 61 فيبوناتشي، ثم بعد ذلك سنذهب إلى القمة التاريخية في خلال هذا العام. إغلاق الديلي شايفين هنا ما قدرش إن هو يقفل تحت مستويات 38 فيبوناتشي لمدة 4 أيام متتالية، وقدر إن هو يقفل صاعد خلال يوم الجمعة. أتوقع المزيد من الصعود للفضة، وأي هبوط يمكن الشراء للفضة مرة أخرى من هذه المستويات إذا حدث أي هبوط. ده تحليلنا للعملات والسلع ذهب وفضة خلال الأسبوع القادم بداية من يوم 25 يوليو. إن شاء الله هنتابع التحليل بتاعنا في المنتدى في الموضوع المخصص لذلك، وإن شاء الله نتابع توصياتنا في الموضوع المخصص لذلك في المنتدى. أسأل الله أن يجعل العمل ده ثواب لكل من هيشوف الفيديو وهيستفيد بيه، وكل من اللي هيعمل شير للفيديو أو هيعمل لايك. وأحب أهني كل الأخوة بشهر رمضان، وإن شاء الله يكون شهر خير وسعيد لينا كلنا، وانتظروا مفاجآت اف اكس ارابيا في شهر رمضان إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.